بقى على النار ونزلت بمعلقه سمنه كبيره ونزلت باللحمه فصين حبهان. هنقلب بقى كده اهو لغايه ما اللحمه تاخد لون. بعد كده هنزل بالثوم. بعد كده هنزل بالفلفل الاسود. كده هنزل بميه مغليه واغطي بقى عليها لحد ما تستوي. هنجيب بقى علبه زبادي، معلقه صغيره نشا، هنقلبهم. بعد كده خدت كبشه كده من الشوربه بتاعت اللحمه. هنفضل بقى نقلب كده عشان ايه الزبادي ما تعملش تكتلات. بعد ما وصل بقى للثوم كده كده هقلبها فوق اللحمه وهنقلب كده هنفضل نقلب. هنوطي عليه بقى ونسيبها لحد ما تستوي. تبقى معايا بالثوم كده كده. هنوطي بقى النار عليها بقى ونسيبها ايه لحد ما تستوي معايا اللحمه. وده شكلها بعد التسويه. بسم الله ما شاء الله، دايبه والله العظيم، دايبه وطعمها وريحتها تحفه، مفيش احلى من كده. عملت جنبها مكرونه حمراء. ده الشكل النهائي ليها، تحفه ودايبه دوب. ان عجبتكم الوصفه النهارده ما تنسوش تدعموني على اميره المكتب. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.